الأحاديث النبوية المتعلقة بتربية الكلاب. من أبرز الأحاديث التي يتناولها الفقهاء في هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، متفق عليه. هذا الحديث يفهم منه أنه يجوز اقتناء الكلاب لأغراض الصيد والحراسة، بينما يعارض البعض تربيتها لأغراض أخرى. التفسير المالكي: علماء المالكية يرون أن هذا الحديث يعطي إشارة تحذيرية وليس تحريما قاطعا. ابن عبد البر على سبيل المثال يعتقد أن الأحاديث جاءت من باب الحث على اقتناء الكلاب لأغراض نافعة وليس لمنع اقتنائها بشكل عام. الحديث المتعلق بطهارة الكلاب: ورد في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أو لهن بالتراب. فهم من هذا الحديث ضرورة تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. التفسير المالكي: يختلف المالكية عن بقية المذاهب في رؤية هذا الحديث، فقد اعتبروا أن الحديث مرتبط بالنظافة والتطهير وليس بحكم عام بنجاسة الكلاب، لذا لا يرون أن الكلب نجس بشكل قاطع، وهذا يبسط مسألة الاقتناء في البيوت. القاضي عياض تحديدا أوضح أن الحديث يهدف إلى المحافظة على الطهارة والنظافة في حال تم استخدام أواني الطعام والشراب. المحور الثاني وهو آراء علماء المالكية وتفصيلها حول جواز اقتناء الكلاب. أول واحد هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفي في 463 هجريا. مكانته في الفقه: يعد ابن عبد البر من كبار علماء المالكية في الأندلس، وقد نشأ في مدينة قرطبة. يعرف بكتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار، وهما من أشهر شروحه للأحاديث النبوية وفق تفسير مالكي. رأيه حول تربية الكلاب: في الاستذكار يرى ابن عبد البر أن نقصان الأجر في الحديث هو تنبيه على أهمية الاستفادة من الكلاب وليس منعا قاطعا للاقتناء. يرى أنه لا حرج في اقتناء الكلاب لأغراض إضافية غير الصيد والحراسة إذا كانت هذه الأغراض نافعة. استناده وتفسيره: ابن عبد البر استند إلى الشريعة موضحا أن الحديث قد وضع لتنظيم الأمور وليس لإغلاقها، يشير أن الإسلام يضع قيودا للمحافظة على النظام لكنه لا يمنع بشكل قطعي أي عمل إذا كان نافعا. القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفي في 544 هجرية. يعرف القاضي عياض في العالم الإسلامي كأحد أبرز العلماء والمحدثين المالكيين. ولد في مدينة سبتة بالمغرب الأقصى، واشتهر بكتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى أو الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الذي يعد مرجعا كلاسيكيا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه. رأيه في طهارة الكلاب: القاضي عياض كان له رأي واضح حول طهارة الكلاب في كتابه الشفا. يرى أن الحديث حول الغسل 7 مرات خاص بالأواني فقط وليس دليلا على نجاسة الكلب بشكل عام. استناده وتفسيره: يعتمد القاضي عياض على مفهوم النظافة في تفسيره للأحاديث، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بمسألة النظافة في الأدوات المستخدمة للطعام بينما لم يعتبر الكلب نجسا. خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المتوفي 776 هجريا. مكانته في الفقه: الشيخ خليل من أبرز العلماء المتأخرين في المذهب المالكي، وصاحب مختصر خليل الذي يعد مرجعا شاملا في الفقه المالكي. ولد في مصر، وكتابه لا زال يدرس في كليات الشريعة والفقه خاصة في شمال إفريقيا. رأيه حول جواز اقتناء الكلاب: لم يقيد خليل في مختصره تربية الكلاب بأغراض محددة، بل أشار إلى جوازها بشكل عام طالما كان الهدف مشروعا. استناده وتفسيره: يعتمد خليل بن إسحاق على تفسير مرن للأحاديث، ويشير إلى أن المسألة ترتبط بالغاية من الاقتناء، فإذا كان الهدف نافعا فلا حرج. 4. الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي المتوفي 1201 هجريا. مكانته في الفقه: الشيخ الدردير من كبار علماء المالكية المتأخرين، ولد في القاهرة وله شروحات عدة مثل الشرح الكبير والشرح الصغير، وتعتبر كتبه مراجع أساسية في تدريس الفقه المالكي بالأزهر الشريف. رأيه حول اقتناء الكلاب: الشيخ الدردير يرى جواز اقتناء الكلاب للصحبة أو الحراسة أو لأي غرض مشروع، ويرى أن غسل الأواني مرتبط بالنظافة
وليس كل ما يلمسه الكلب يحتاج إلى تطهير. 5. محمد بن أحمد ابن محمد عليش المالكي المتوفي 1299 هجريا. مكانته: الشيخ محمد عليش يعرف بكونه من آخر كبار العلماء في المالكية، وكتابه منح الجليل شرح مختصر الخليل من المراجع المتأخرة المهمة. رأيه حول طهارة الكلب واقتنائه: يوافق الشيخ عليش على طهارة الكلب، ويرى جواز اقتنائه لأغراض غير الحراسة أو الصيد، ويرى أن غسل الأواني لا يعني نجاسة الكلب. استناده وتفسيره: الشيخ عليش يعتمد على فهم مرن الأحاديث، ويشدد على أن الشريعة الإسلامية تقدم الرخصة في المسائل التي يحتاجها الناس.